السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اليوم حلقة جديدة ومتميزة مش من مطبخي يا جماعة. النهاردة أنا عند أختي وهنعمل حلقة جميلة حلوة كده مع ماما، وهوريكم ازاي طريقة عمل لفت المخلل. يلا بينا شاهدوا الحلقة، بس قبل ما تخشوا تشاهدوا الحلقة ما تنسونيش في الشير والله كل اشتراك، ويلا بينا. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام. ازيك يا امي، عامله ايه؟ الحمد امي يا لله. جماعه هتعمل لنا النهارده لفت حلو من ايديها الجميله دي، ربنا يبارك لنا في عمرها يا رب. قولي لنا بقى كده كلمه حلوه للبنات اللي لسه مقبلين على الجواز، هتعملي لهم ايه بقى في اللفت النهارده ده الجميل ده؟ هنقطع اللفت. ايوه. وبعدين ندوب الملح ونقطع البنجرايه ونعمله بالبنجر. طب يلا نشوف الخطوات كده واحده واحده معانا وانتي بتعملي يا امي هي بتقطع اللفت يا جماعه، تقطيعها حلوه اهي زي الفل، تسلم ايديها. شوف الخطوه الثانيه كده بعد كده ايه اللي هتعمله. قولي لي بقى يا امي. نعم. امتى بقى الواحده فينا لما تروح تشتري اللفت ده تعرف شيخ ولا مش شيخ؟ تنقيه ازاي يا حبيبتي؟ بتمسك اللفتايه تجربها يا حبيبتي. تشوفها لو شيخه او مش شيخه. تعرفها ازاي؟ بحجمها كده، ان كانت اللفتايه تقيله ولا خفيفه؟ لا لازم تقيله تبقى حلوه. تمام. خفيفه تبقى شيخه من جوه، مفضيه قلبها مفضي. أيوة. يا حبيبتي. ايوه يا جماعه دي امي حبيبتي ربنا يحميها يا رب. عجبكم اللايك بقى كده، ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك، وتدعمونا كتير عشان نجيب لكم حلقات حلوه كتير لست الحبايب، تعمل لنا كده حاجات حلوه كتير ان شاء الله. ان شاء الله. يلا بقى ادي احنا قطعنا اللفت قطعه جميله. تسلم ايدك يا امي. هتعملي ايه الخطوه الجايه يا حبيبتي؟ الخطوه الثانيه، الخطوه الجايه هنجيب الملح والشطه والكمون والحاجات ديت وهنحطها في اللفت، وهي توابل اهي. الملح اهوت اللي هندوبه. بتعملي ايه دلوقتي يا امي الخطوه الثانيه يا حبيبتي بعد ما غسلت اللفت بتاعك القمر ده؟ شايفين اللفت القمر بتاع ماما حبيبتي؟ هندوب الملح. ماشي. هتحطي قد ايه كميه ملح يا امي على كميه ال3 كيلو لفت دول؟ كبشتين ملح، يعني ما يعادل كيس من اللي في ايديكي ده ولا اقل؟ لا هو بصي فوضنا من الكيس. ماشي اهو. ماشي يا حبيبتي. نحط بقى التوابل اللي هو الشطه يعني ملح وشطه. ايوه. والخل. الخل اهو يا حبيبتي، اتفضلي. هات الخل. طبعا يا حبايبي احنا هنا في شقه اختي وماما قاعده عند اختي، فاختي راجعه طبعا من التسويق، قلت لها تعالي يلا نعمل لكم اللفت، وماما لازم هي اللي تعمله لنا. بوريكم طريقه التخليل اللفت من ايد ماما وطعم زمان بتاع امهاتنا الحلوين دول. يبقى كله بركه. الله الله على الروائح الجميله، ريحه الشطه مع الخل اهوت الملح ما شاء الله. تسلم ايدك يا امي. تسلم ايدك يا امي. الله عليها جميله بشكل. تسلم ايدك يا حبيبتي. تفتح النفس. الله عليكي. طبعا ربنا يخليها لينا يا رب ويحفظها لينا يا رب. هتحطي اللفت طبعا في الجردل الجميل ده يا جماعه. احنا بصوا بقى ما احناش ولا بقى جردل ازاز ولا الكلام ده، بالبلدي كده. الصلاه على النبي. يلا عليه الصلاه والسلام. يلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تقطعيش البنك. احنا حطينا اللفت. هنحط طبعا ايه، جهزنا معاكم برضو البنجر الجميل ده اهوت هنا اهوت. شايفين المنظر الرائع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل اهو يا جماعه، شايفين بسم الله ما شاء الله. مفيش احلى من زمان وروايح زمان يا اولاد والله. عسل طبعا مش من ايدك يا حبيبتي، لازم يبقى جميل اهو يا حبايب قلبي. شايفين بسم الله ما شاء الله اللون، لسه البنجر بتاعنا ما نزلش وميته احمرت. الله اكبر من الجمال والريحه يا جماعه اهوت. يعني ما فيش احلى من روايح زمان يا جماعه. اللفت اهوت، والشتا بقى تاكلوا جنبه بقى سبانخ بسله اللي انتوا حابينه، صح يا امي؟ اي اكل بقى، شويه بقى قرنبيط، تاكلي طعميه وفول وكل حاجه. بطاطس محمره. ربنا يديك الصحه يا امي يا رب. والله عليه. الله عليه يا سيدي. كده انتوا شايفين ان احنا بنحط الغطا ده كده. الله، في معلومه ماما حلوه هتقولها لنا ايه جميله. عشان خاطر تغرس كده عشان اللفت. ايه الهدف بقى يا امي من الحركه دي؟ علشان اللفت ما يبصي. ان هي تبقى كلها لون واحد وسوى واحد. تفضلي تضغطي كده على لحد ما الميه تعوم لفوق واللفتايه كلها تضغط لتحت يا جماعه. صح كده. ونغطي بقى الغطا بتاعنا محكم كله كده. عليه كده
حاجات فلاحي كده حلوه، يعني. معلومه حلوه برضو يا ست أيوة، الحبايب. ايوه يا ستي. البلد يوكل يا معلم. واللي ياكل